خليه يهضر بدرجه، نحلف دابا قبل ما نروح في الجواب الاخر. تفضل. والله لو ما يعالجوش هذه القضايا المهمه المحرجه التي تدفع بالشعب الى دخول في حرب اهليه، والله تتمزق الجزائر. انا نضحك لما يقول لي واحد ما كاين والو، كيفاش ما كاين والو؟ احنا اللي عايشين ثم هنا. درك في منطقه القبائل احنا درك نطلبوا من السيد رئيس الجمهوريه والمسؤولين هذو يديروا لنا حمايه الاغلبيه. في الامم المتحده صنوا قانون لحمايه الاقليه. هنا في الجزائر لازم نطلبوا يديروا حمايه الاغلبيه. علاه؟ لان الشعب الجزائري في منطقه القبائل الغالبيه حبوا ينتخبوا ولكنهم خائفون. يقول لك انا ننتخب يحرقوا لي داري، انا نعطيك الكار ولا الطوموبيل تروح تنتخب يحرقوا لي داري وما شابه هذا. على كل حال في منطقة القبائل مشاكل معقدة، والناس اللي راهم يقدموا المعلومات للمسؤولين السامين في الفوق والله ما يصحها. جميل. يعني حبيت تدخل نتايا لما نتخلص بعد عن ديكتاتورية أولى حقنا في ديكتاتورية ثانية. واحد ديكتاتور يقول لك روح دير، واحد يقول لك ما ديرش. يعطيك صح. يترك الإنسان. أنا ما نحب، أنا أريد أن أنتخب، حقك. وأنت لا تريد أن تنتخب، حقك أيضا. وعلاه تجي ترفد العصا تقول لي نضربك؟ دروك إذا كان دولة هذه ما تقدرش تحمينا يسرحونا، احنا نحموا نفوسنا. جميل.